الدجاج وبطاطا جوزي ما بياكلها غير إذا أنا عملتها محمرة ومقمرة ومسقسة. رح أعطيكم طريقتها بالتفصيل. الساعة بعد 10 إلا 10، بس بدي أطبخ بكير لأنه جوزي راح على الشغل بلا لانش بوكس. بدي أطبخ توصل له الأكل على الشغل. رح نظف الدجاج وأرجع لكم. ركزوا معي كتير منيح لأنه هاي التتبيلة رح تعتمدوها كل مرة رح تعملوا دجاج لأنه كتير طيبة. حطوا توم، خل، ربة ندورة، بس فليفلة، وزيت قد ما انتو بدكن، زيت حامض، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود، ثوم بودرة، بصل بودرة، هيل او هيل مطحون، قرفة، اخر شي لبن. ما تنسوا تملحوا كمان. بده يفتحها هلا هاي. مش هيطلع له غدا جوزي اليوم، تيجي هو ويفتحها. فتحت. ريحتها كتير طيبة. استعملوها هي زيتها للطاووق الاحمر كتير طيب. حطيت الدجاج والبطاطا اكيد وجزر اذا بدكم، وحطيت تتبيله وبعدين سكرتهم وفوتهم على فرن 280 درجه. سويت تفتحوا بتحمروها من فوق بيطلع شكلها هيك. هلا صار فينا نضب اللانش بوكس. هيدا الخبز وسلاد وهيدا الصوص، حطيت له دجاج وبطاطا وكل شيء. رح اكتب له كمان نوت بينبسط. صراحه زعبرت وعملت الي ولجواد رز. انا ما في عيش بلا رز. خبريني شو اكتر اكله جوزك بحب ياكلها من ايدك؟